دي ضفدعة كبيرة وفوق ظهرها ضفدعة صغيرة بنتها بتحاول تساعدها في وضع الأجنة الجداد. شوفوا الأنثى الصغيرة فوق الأنثى الكبيرة وبرجلها بتحاول تساعد أمها في إخراج الأجنة. هنا الأطفال أجنة الضفدعة بدأوا ينزلوا من البطن الأم ويقعوا في النهر. أنا عايزكم بقى تدققوا النظر. أدي الأب منتظر علشان يعمل إيه؟ شوفوا ظهر الأب مثقوب إزاي، في إخرام وثقوب داخل ظهر الأب. عشان إيه؟ علشان يحتوي هؤلاء الأطفال ويبقى هو وعاء بالنسبة لهم. شوفوا حفظهم داخل ظهره. منظر عجيب سبحان الله العظيم. شوفوا إزاي. أنا بصراحة أنا ما كنتش متخيل هذا الكم الهائل من التضحية والفداء عند هذه المخلوقات. وبالمناسبة سبحان الله العظيم قتل الضفادع نهى عنه رسول الله وقال لا تقتلوا الضفدع فإن نقيقها تسبيح. الأم هتجمعهم كلهم في مكان بعيد عن النهر قليلا في بركة صغيرة علشان ما يتوهوش داخل النهر، لكن هيتعرضوا لمشكلة. ايه هي المشكلة؟ هشوفهم هم دلوقتي في بركة خارج النهر بقليل متصل بيه بحاجة بسيطة. المشكلة ان الفيلة هتيجي تشرب المية اللي في البركة دي، فهينقصوا منسوب الماء عند هذه الضفدعة وأولادها. شوف ازاي وبشجاعة، هي ما بتجريش. شوف ازاي. هتروح هي النهر لعلها تحاول انها تنقذ اولادها. الشمس كمان جت زودت الطين بله والزمان تعله. جت نشفت بقية المية. شوفوا المية نشفت ازاي، وفصلت البركة الصغيرة اللي كانت متصلة بالنهر، فصلتها عن النهر وخلت فيها بيسة بين النهر وبين البركة الصغيرة اللي فيها الضفادع الصغيرة دي اهي. وادي المنظر، والأم واقفة ازدادت عليها الآلام والأحزان وبتقول أولادي. سبحان الله العظيم. شوف الضفدع هتعمل ايه يا ترى؟ هتحفر حفرة، هتعمل نفق، هتكون قناة بين النهر وما بين أولادها علشان تنقذهم. شوفوا ازاي بتبص لهم وبإيديها وبرجليها وبتحاول بصبر وتتأثر بالطين، والأم عمالة بتحاول لحد شوفوا بفمها. أم عظيمة الحقيقة. جعلت النفق يصل إلى أولادها، ودلوقتي الأولاد بينطلقوا إلى الماء وبتقف زي الملكة متوجة بأفضل تاج على وجه الأرض، وهو تاج الأمومة.